السلام عليكم. مستر طنطاوي، حبيبي، عامل ايه؟ كله تمام الحمد اتمنى تكون لله. مبسوط معانا. جدا، طب مجرد ان انت كلمتني بس قلت فرصة ان احنا نتقابل الله، يعني ونشوفك. ايوه بقالنا كتير ما اتقابلناش. ده حقيقي. طنطاوي، ممكن تعرفنا بنفسك في 30 ثانية؟ 30 ثانية. انا طنطاوي، خريج طب بيطري، جامعة القاهرة، بس الباشن في رياضة وبزنس. وابتديت المشوار من 8 سنين as a professional. 9 سنين اكتر بنكبر، 10. احنا لا بنكبر. احنا 10 ايه احنا ده. بنكبر. 10 سنين 10 سنين. حلو. في بروفيشنال ايه؟ functional training. امم ده في الأساس. يعني أنا لما ابتديت جيم عادي خالص زي أي حد من وأنا صغير. آه، بتتمرن يعني؟ بتمرن عادي. ودي كانت حرب في البيت. وهي حرب غريبة شوية. وبعد كده اتجهت للفانكشنال تريننج وأنا في الكلية. بدأت الأول أتمرن بوكسينج كيك بوكسينج. بعد كده بقى اتجهت الاتجاه فانكشنال تريننج وكروسفيت وسترينث اند كونديشننج للرياضات المتخصصه وكده يعني. امم بس ده حلو في أوي. الاساس يعني باختصار شديد للرحله. تحفة تحفة. وانت اصلا بتحب فتنس من وانت صغير، ولا ده ظهر في مرحلة الجامعة؟ والله، يعني وانا صغير. ابتديت الرحله ان في نادي فتح جنبنا. فكنت حابب ان انا اروح مع اصدقائي بس. من وانا صغير انت دكتور، فانت هتذاكر كتير، امم فانت لازم تقعد كتير في البيت. مش حابين ان احنا نخرج كتير عشان لازم نخلص، وطبعا شبح الثانويه العامه دوت مش احسن حاجه في الدنيا. امم يعني فهم ما كانوش بيسبورت الايديا قوي، مع العلم ان انا لا انا هروح. امم فدي كانت فتره ابتدائي مثلا. امم جت في الاعدادي يعني اعلنت التمرد انا لازم اروح وامارس الرياضه، مع العلم ان كان في خلفيه رياضيه عندنا في البيت. يعني بابايا هو كان بيلعب مصارع روماني حتى في الجيش يعني. نايس. والدتي كانت بتلعب جله مع انها في الاخر ميوزك تيتشر. اصلا فيعني يا جماعه طب ده ما انتوا شيفت. رياضيين. انتوا ما انتوا عاملين شيفت اهو، في جت اه على جت ادوني عليا. فرصه يعني ان انا اخش عادي. بس للاسف ما ادوش السبورت. لحد ما انا في الاعدادي قلت لا انا خلاص انا هروح واتمرن عادي خلاص. مم. رحت الجيم وبدات احب الفكره. في الثانويه كليه بدات ان انا اروح الفايتنج. كنت بلعب في اتحاد الشرطه. مم. قعدت فتره بوكسنج، وبعد كده بقى الكليه عشان طب فانت اون واوف اون واوف لحد بقى ما خلصت وكوميتد بقى للرياضه 100%. بس ما واجهتش صعوبة في الشيفت ده؟ يعني وانت مع نفسك وانت بتفكر انا هسيب الطب، ما اعرفش. طب بيطري 7 سنين برضو؟ طب بيطري 5 سنين. 5 سنين، بعد م. 5 سنين انت هتسيب كل ده وبعدين تعمل حاجة جديدة من الاول خالص؟ هي الفكرة كمان مش ان هم 5 سنين فانت حطيتهم على جنب. هي الفكرة في ان انت 5 سنين، وبعد ال5 سنين انت وصلت ان انت بقيت مانجر وكونسلتنت لكيانات كبيرة في مصر. يعني كانت فهمت. يعني مش عارف احنا ممكن نقول اساميهم ولا لا، بس ممكن يعني عادي جدا. في في حاجات بوليتيكال وايز مش هنعرف نقولها. عشان حاجات خاصة بجيش وكده. بس في حاجات تانية. يعني أنا مدير في شركة لأني كنت متخصص أكتر في الفود سيفتي وكواليتي كنترول. مم. فخدت دبلومة وحاجات من بره مصر، خدت دراسات كتير جدا 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 عشان أشتغل الشغلانة دي. مم. فبقيت مدير في مكان، وكان بيجي لي عقود استشارات لأماكن تانية كتير. منها شركات مثلا BMW، وكان عندهم سيكشن خاص بالفود سيفتي وكده في الحاجات بتاعتهم. مم. فكانوا حابين انهم يحطوا بوليسي وبروسيدرز ويدربوا الناس وهكذا. فانا يعني من الحاجات اللي معايا ومستشفيات كتير جدا. فانت كنت استشاري ومدير. ومدير في نفس الوقت. ومع ذلك بقى هتسيب كل ده. وانت يعني اسمك كان موجود في السوق ومعروف، وهتروح الناحية التانية خالص او حتة حاجة جديدة، جديدة ارض انت جديدة خالص. يعني ما جربتهاش. بس انا يعني في النهايه الى حد ما بني ادم عقلاني. بقيس الموضوع. الشيفت طبعا ما حصلش 100% عشان مبدا انت مش شجره اتحرك. صح. فحبيت ان انا اجرب. بس الشيفت ما بيبقاش توتالي، لان يعني وانا لما كنت شغال كدكتور. انا كنت مؤمن ان انت لازم يور اون بزنس في يوم من الايام.
لازم يبقى موجود. بس انا زيرو بزنس، لان احنا خريجين كليه طبيه مالناش دعوه بالارقام خالص. مم. فاتجهت ان انا اخد كورس بزنس كده، كان في الجريك كامبس، بزنس ستارت اب، ازاي تقدر تشغل الكانفاس بتاعك يعني. حبيت الموضوع. انا فاكر ان كان الفيز بتاعته كانت صغيره جدا يعني. لما حبيت الموضوع قلت ان انا هاخد ام بي اي، دي الخطوه الثانيه على طول. بعد الكورس ده انا حبيت البيزنس، يلا بينا. خلاص انا رايح بقى. فجات لي كده منحه من يو اس. جالي تليفون، حد بيكلمني بيقول لي انت كنت قدمت على 1 2 3، فاحنا كنا حابين ان احنا نعمل معاك انترفيو. والاكسنت كانت هندي شويه. بحبهم قوي لأن يعني انا كنت بعاني في التليفون وبيقطع، بس انا متحمس ويا ريت نكمل المكالمه. فانت قدمت؟ هو انا ما قدمتش على المنحه دي. بس انا موافق. هي الفكره ان هي كانت واحده صاحبتي انجليزيه هي اللي قدمت عليها اوكي. باسمي. حتى لما انا قابلتها على طول في نفس اليوم قلت لها انت عملتي واحد اتنين؟ قالت لي عشان انت كنت عايز. فالمكالمه قطعت وما رجعتش تاني، بس خدت قرار ان انا لازم اخدها خلاص. فقدمت عندنا في مصر، طبعا عملت السيرش بتاعي ممكن تتاخد فين، وابتديت مشوار الام بي اي يعني. قعدت فيه 2 الحمد لله. وبعد كده فهمت بقى يعني على الاقل الارقام، اتش ار، اكاونتنج، القرارات بتتاخد ازاي. اخدت الاوفر فيو اللي انت محتاجه علشان تقدر تتحرك بطريقه سموث. 100%. يعني انا شايف ان الام بي اي اتس بيزك نوليدج المفروض ناخدها في المدارس يعني صح. احنا بندرس عشان نطلع في النهايه موظفين. مم. ده في الاساس المدارس اتعملت عشان تبقى موظف. صح. تبقى طالع عندي محاسب، طالع عندي مهندس، طالع عندي مدرس عشان تطلع لي موظفين وهكذا. هي دي يعني الدايليما والمنظومه اللي احنا عايشين فيها يعني. بس لازم تدرس في النهايه حاجه تبقى بتاعتك يعني. لازم يبقى في باسيف انكم في حته ثانيه. فقلت خلاص انا هشتغل استشاري، هسيب الفول تايم، هبقى استشاري. والحمد لله كان بيجيب رقم كويس، وكان سني صغير مش كبير. يعني كنت بتكلم ان انا كنت مدير واستشاري دي سني 27 سنه 28 سنه. فقلت ان انا يعني هبقى استشاري بس، وادرس اكمل الدراسه بتاعتي الام بي اي، كنت لسه خلصتها. وبالليل انا كوتش. بس عشان ابقى كوتش لازم طبعا اخد كورسز وادرس في الموضوع، عشان يعني انا كنت بنتقد الناس اللي واخده بالخبره حتى لو كانت سننا كتير يعني. من غير ساينس، من غير ما يبقى معايا ساينس اصلا. وده كتير يعني للاسف. فخدت كورس، فاكر انه كان مع حد انجليزي عايش في مصر بقاله سنين كتير. ويعني بما اني دكتور فبذاكر وبتاع، وكان في حاجات سهله بالنسبه لنا زي الاناتومي مثلا، تشريح. يعني كنت باين جدا في الكورس وخلصته بسكور عالي جدا. فده رشحني ان انا اخش بعد كده انتيتيز كبيره يعني الصراحه. بس وابتديت المشوار ان انا يلا همرن صحابي اللي عايز يتمرن. كانوا 3 مثلا. بعد كده بدأت الناس تقول لي عايز اتمرن معاك. انا فاكر ان في خلال سنه انا وصلت ان انا بمرن 50 واحد 1 تو 1. فالفلوس اللي كانت بتجيلي اكتر من الفلوس از مانجر واز كونسلتنت. فخلاص الشيفت المفروض يجي بقى خلاص يعني. دلوقتي انا وصلت للليفل انا بالظبط هو ده اللي بيكفر الفلوس اللي اوريدي بيجيلي. بالظبط كده ان شاء الله. ويعني هي طبعا النطه دي كانت مخيفه شويه، لان انت سبت دراسات كتير قوي انت عملتها. صح. يعني لو قعدنا نقول شهادات يعني هم كتير، السي في في حاجات كتير قوي. هتضحي بده كله وهتروح الناحيه الثانيه في الفتنس والهيلث لايف ستايل يعني. طب هسألك سؤال، لو رجع بيك الزمن تاني للفترة اللي انت قررت فيها تجرب حاجة تانية غير اللي انت درستها او اللي انت بتشتغل فيها، هتعمل كده تاني؟ هتعمل نفس الحاجة تاني؟ لا، لو احنا يعني عشان برضو المنظومة بتاعتنا ما بتعرفكش وانت صغير انت ممكن تكون حابب تعمل ايه. بس لو رجعت بالزمن لورا، لا انا كنت هخش يا اما حاجة خاصة بالبزنس او ايكونومكس. هو دوت اللي كنت هخشه يعني الصراحة. اوكي. فانت اصلا مش هترجع تدرس اللي انت درسته؟ ان انا ابقى دكتور تاني يعني ما اعتقدش، لان الموضوع مش هو الباشن. بس هي كانت وسيله وصلتنا للباشن لما اكتشفناه. طول ما انت ساعتها ما كنتش تعرف ان الباشن بتاعك في حته. لا ما اعرفش. ما كنتش تعرف يعني انت يعني اشمعنى اخترت تبقى دكتور؟
عشان السكور بتاعك شكله عامل ازاي. هو عشان يعني الكلاشيه ان البيت عندك انت بتذاكر وانت لازم تبقى دكتور، ففي إن احسن حاجه. لان السؤال ده كان سالني وانا في الثانويه مثلا، هو انت ليه كنت جايب الرقم الكبير ده؟ ساعتها كنت مش عارف كام، 95 96 حاجه زي كده. ما شاء الله. فانت ليه جبت ده؟ كنا في مقابله مع ناس، قلت لهم والله لما بخش عشان اذاكر او عشان امتحن انا دايما متارجت ان انا اجيب اعلى حاجه، وبعد كده نبقى نختار نخش نشوف ايه اللي ممكن يبقى متاح. واحسن حاجه كوضع اجتماعي هو ان انت تبقى دكتور، يعني مش اكتر من كده يعني. يا اما دكتور يا اما مهندس، بغض النظر بقى هي شكلها عامله ايه دلوقتي وبتجيب لك ريتيرن شكله عامل ازاي ولا بس بس كنظرة عامة اجتماعية جدا. بالظبط بحتة يعني. مم. فكنت حابب ان انت تبقى دكتور عشان ابقى دكتور. مم. بس انت بتخش في طريق هتكمله يعني، مش هتقف في النص. مم. ويعني هو انا ما زلت برضه بيجي لي consultations، بس يعني it's not my big return او income في الشهر يعني. ايوه فهمت. مركز اكتر 100% 24/7 هي رياضه يعني. مم. طب وايه الحاجة اللي انت عملتها في الجورني دي لحد ما عملت الشيفت من ان انت دكتور لان انت في الاندستري بتاعت الفتنس، وهي اللي ساعدتك على الشيفت ده؟ يعني هقول لك ليه بسألك كده. في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي ناس كتير بتدرس حاجة وعارفة ان هي مش هتشتغل بيها. هم عندهم اليقين بتاع انا هخلص الجامعة واخد الشهادة عشان انا لازم اخد الشهادة وهكمل فيها الحاجة لحد ما اخدها لحد اخرها م. وهشتغل في حتة تانية. م. وبيبتدي بقى عملية البحث. انا هدور بقى اشوف انا ممكن اشتغل ماركتينج، ممكن اشتغل ديزاين، ممكن اشتغل سيلز. يبتدي يدور بقى على ايه الحاجة اللي هو ممكن يشتغل فيها وتجيب له الريتيرن المناسب ليه. من الاكسبيرينس بتاعتك ايه الحاجة اللي تقدر تساعد الناس دي انها تلاقي ال الاندستري او الفيلد او الكارير اللي هم فعلا يبقوا بيدوروا عليه؟ وممكن اساله بطريقه تانية، ازاي الواحد يكتشف ان ده الباشن بتاعي؟ يعني انت مش هتعرف غير لما تجرب. فانت لازم انا افضل ان انت في وقت كليتك انت محتاج ان انت تجرب ان انت تشتغل. انا اشتغلت في الكليه، كنت اشتغلت في صيدليات واشتغلت في، يعني ده كان الميجر. فكان البيع والشراء كان بالنسبه لي من احلى الحاجات اللي كنت بستمتع بيها اكتر يعني. فالناس محتاجه ان هي وقت الكليه تستغل الكلام دوت، ان هي تجرب تشتغل في ده وتشتغل في ده وتشتغل في ده، تخش انترنشيبس. ده اللي هيساعده اكتر ان هو يعرف ان هو عايز يروح فين. وبعد ما تخلص وتبتدي كارير الشغل بتاعك لازم هيبقى في بعض الحاجات انت مش حاببها يعني. keep searching. انت اول سنتين بعد ما بتخلص مثلا كليه ما بيبقاش عليك حمل كبير ان انت لازم تفكر في الفلوس اللي هتخش هي قد ايه عشان انا عندي commitments او صح. خد الفتره دي فرصه ان انت تقدر تكتشف الفيلدز اللي موجوده اللي انت تقدر ان انت تحب ان انت تشتغلها يعني. لان انت في النهايه مش هتعرف الباشن بتاعك هو فيه ايه او موجود فين غير بعد فتره كبيره يعني. صح. في ناس وصلوا الباشن بتاعهم بعد سن 40 و50 سنه. والموضوع مش فلوس بس. مع العلم ان الباشن مش لازم كل مره هيخليك تاكل عيش زي ما بيقولوا او يدخلك الريتيرن اللي يبسطك. صح. ولو الباشن بتاعك ما بيجيبلكش فلوس كفايه مش محتاج ان انت تعمل ده. يعني انا مش بشجع الناس ان هم يسيبوا شغلهم عشان يروح لحته الباشن بتاعته يدور على الباشن وينط الناحيه التانية وهو مش دارس الموضوع. لان انت لو اشتغلت حاجه ما بتجيبش فلوس بس انت حاببها فهي هوايه، انت مش محتاج ان انت تشتغل في الهوايه بتاعتك دي. صح. لان انا دلوقتي مثلا يعني برسم، بحب ارسم وموهوب جدا، بس ما عنديش السيلز الماركتنج سايز يعني كبير عني. فانا واصحابي بس اللي عارفين ان انا بعرف ارسم. ففي النهايه مش عارف اجيب فلوس. ساعتها هتكره الموضوع لان حياتك هتبقى ضيقه. بيبقى بيضغط اكتر من ان هو بيساعد، مع انه المفروض تبقى باشن، حاجه حلوه الواحد بيستمتع وهو بيعملها. بالظبط. فانت يعني انت كل اللي انت محتاجه ان انت تجرب كذا حاجه. تجرب كذا حاجه انت شايف ان انت ممكن تكون بتحبها، وعشان تعرف انت محتاج ان انت تقعد فتره فيها. وفي بعض الحاجات ما ينفعش ان انت تبقى وايننج ماشين يعني. لو انت انا هصحى الصبح بدري، كل شغل هتصحى الصبح بدري، هتصحى الصبح بدري وهتشتغل عدد ساعات معينه. في بعض الحاجات حضور وانصراف والكلام، يعني الكلام ده موجود في كل حته. ما ينفعش ان انت تسيب مكان او صح. لا ده مش الباشن بتاعي عشان الروتين.
الموضوع كله قائم على الروتين. حتى if you have your own business الموضوع روتين، يعني الروتين هو اللي بيوصلك. صح. ودايما هيبقى في حد في المكان بيأرق حياتك. يعني انا اكيد دايما عمر ما حتى لو انت فعلا صاحب البيزنس ده دايما حقيقي هتلاقي شخص بيأرق حياتك، يقدر بقى ده كلاينت، حد في التيم بتاعك، ده حقيقي حد من الانفسترز، ده حقيقي هو الشخص ده لازم يبقى موجود في اي شغل فعلا. 100%. اللي انت م. هتتعلمه ان انت محتاج ان انت ازاي تعرف تابزورب الكلام دوت وتعرف تتعايش معاه. لان دلوقتي مثلا انا بزنس اونر، وزي ما انت ما بتقول فعليا في ناس بعض الناس من التيمز مثلا انا مش شايفهم 100%. مش هي دي الكاليبرز اللي انا محتاجها. بس at the end ببقى عارف ان انت مش طالب ان انت يكون عندك مثلا 10 موظفين. ال10 موظفين هما التوب بيرفورمانس، عشان لو انت عندك 10 موظفين توب بيرفورمانس فانت عندك 10 مديرين المفروض يترقوا اخر السنه، حطونا هنا في مشكله. صح. فاللي انت محتاجه ان انت تلاقي حد يقدر يفت مع الرولز بتاعته، مش اكتر من كده بس. بالظبط. وان انت تقدر تبقى بتشتغل معاه حتى لو في تشالنجز. التشالنجز دي انا بشوفها ان هي اللي هتطوره وهي اللي هتطورك. ده حتى حقيقي لو انت بزنس اونر، ما انت مش خلاص انت كده ما وصلتش للبيك، انت لسه هتتطور اكتر ده حقيقي. وهتتعلم حاجات اكتر. طب ايه احساسك ايه being a business owner؟ هو الموضوع بالنسبه لي satisfying من ناحيه ان انت بتعمل حاجه انت حاببها وعايز توصل بيها لحاجه. فكل تشالنج بيجي قصادك وتحاول ان انت تاوفركم الموضوع دوت. بالنسبه لي يعني كل حاجه صغيره كده بتبقى سكسس ستوري. لما بروح البيت وانا تعبان وخلصان والكلام ده كله ببقى مبسوط ان انا اتشيفد النهارده حاجه وان الدنيا كبرت خطوه خطوه خطوه. لان انا دايما ماشي بالمبدا الصيني، يعني الخطوات الصغيره دي هتوصلني في النهايه. ايكي جاي، اسمه ايكي جاي صح؟ ايوه. ف يعني الليتل فيكتوريز دي هو ده الاساس، هو ده اللي فعلا بيخلينا ان احنا نفضل مكملين. وبتقابلنا طبعا حاجات كتير جدا بتحسسك ان انت يا فاشل او لا انت هتقفل، لا انت يعني بيبقى فيه شويه مخاطر كده. بس في النهايه الحمد لله يعني بتعدي. نايس الحمد لله. في المستقبل بقى شايف ايه لنفسك في المستقبل، او يعني ايه الفيجن بتاعتك للمستقبل؟ انت حققت نجاحات كتير ما شاء الله، ويعني حتى لو هي حاجات صغيرة وحاجات كبيرة كلها تعتبر نجاحات وخطوات طورتك وطورت ناس كتير قوي حواليك. تطمح لايه لقدام؟ والله يعني هو قدام دي انا ممكن افكر لك في 5 سنين قدام، لكن البيج فيجن دي ما بتجيش غير بعد سنين كتير قوي. يعني احنا عندنا الفيجن في فيجر ان احنا نكون توب 5 انتيتيز موجودين في مصر من حيث الكواليتي اوف سيرفيس والنولج والبابليك سيرفيس اللي احنا بنعملها للناس، والنولج اللي احنا بنوصلها في الايفنتس اللي احنا بنعملها الخاصه بالهيلث لايف ستايل. فاحنا نبقى من التوب 5 المعروفين. ده بالنسبه للفيجن بتاعتنا. وعندنا ميشن كده اون بزنس سايد، يعني ان احنا يكون عندنا في خلال 5 سنين اللي جايين باذن الله ال5 لوكيشنز بتوعنا. احنا حاليا 2 وباذن الله فيري سون هنفتح الثالث، هيفضل لنا 2 لوكيشنز. ده من ناحيه البزنس سايد يعني. بس الاهم من ده كله واللي بيخلينا ان احنا نفكر قبل ما نفتح فرع تاني، والموضوع ممكن ياخد له 2 3 ان احنا نطور البوليسي والبروسيدرز بتاعتنا او الكوربريت كلتشر، ان الموضوع يبقى انهيرتد على طول للناس اللي داخله، ان هي تابزورب الكالتشر دي وتفضل موجوده باستمرار. يبقى عندنا كواليتي كنترول سيستم حلو، بحيث ان انت لما بتكبر الحاجات بيحصل دايليوشن للي انت عامله. ولذلك دايما الجيل الثالث مثلا من العائلات اللي بتدير حاجات ضخمه بتضيع الثروه دي في النص كده. بيبقى مختلف، فكره مختلف، منتاليتي مختلفه عن الاجيال اللي قبله. ده حقيقي، لان ما حصلش ان انت حصل دايليوشن كده للاكسبيرينس على مدار سنين كتير جدا، فهم ما تعرضوا لهاش ولذلك الدنيا بتضيع. فاحنا مش عايزين ده يحصل، احنا لسه صغيرين يعني، احنا مش حاجه كبيره قوي. بس محتاجين ان احنا نديفلوب دايما السيستم بتاعنا بحيث ان هو نقدر نكوب ان احنا نقدر نفتح فرانشايزز مثلا بعد كده. بس في تشالنج انا حاسه يعني كبير قوي في الاندستري بتاعتك،
هي الثقافة. ثقافة المجتمع عندنا مختلفة جدا وفيها تشالنج بيقابلك، عايز اعرف انت بتعديه ازاي. بس احنا ما عندناش جزء من ثقافتنا الفتنس. الواحد بيبقى عايز بتكلم على نوعنا يعني كرجاله، بيبقى عايز يشتغل، يقعد شويه مع اصحابه وياكل اكل حلو وينام كويس عشان يشتغل تاني يوم ويلف السايكل دي. وناس كتير عارفه انه الجيم مهم، وناس تانية عارفه ان الجيم او الفتنس او ان انا انكلود فتنس اكتيفيتيز جوه حياتي مهم، بس ما عنديش وقت اعمله وهو مرهق وهيبقى هلاقي الوقت فين وحاجات كده. انت ازاي بتعدي التشالنج ده، او ازاي انفورس على الكلاينتس بتوعك ان هم يعدوا التشالنج دي؟ والله احنا في البدايه خالص لو هم بنتكلم عن الكلاينتس بتوعنا دول سيكشن، ولو هو مش عندنا ده سيكشن تاني خالص. الناس عندنا اول ما بيجوا في 5 اسئله كده اساسيين في الاورينتيشن بتاعهم بيتسالوا عشان يبقى عندنا الهيستوري كامل هم ماشيين ازاي. من ضمن الحاجات دي بنسالهم عن الاكل والنوم والروتين اليومي بتاعهم، هم بيعملوا ايه بالظبط. ان انت تتمرن ساعه في اليوم هي مش حاجه مستحيله، لان متوسط قعدك على الفيسبوك والسوشيال ميديا هم 2 ساعات على الاقل لو انت بني ادم مش مجنون بالسوشيال ميديا يعني. فاحنا 1 ساعه في اليوم هي مش مستحيله خالص، وخاصه ان احنا دايما بنقنع الناس يا جماعه انت اهم حاجه في حياتك ايه؟ الناس اول حاجه هيقول لك عيلتي مثلا. العيله هي من اكتر الحاجات المهمه في حياتك فعليا، بس هي دايما بتيجي في المركز الثاني. المركز الاول هي صحتك، عشان لو صحتك مش موجوده انت مش هتعرف تراعي العيله دي. صح. ولذلك احنا اغلبيه الناس اللي بيجوا لنا جماعه انتوا ايه المشاكل اللي عندكم سواء سنه كبير او صغير، فانت بتلاقي مثلا في مشكله اوباستي او عنده كوليسترول عالي او ضغط او كده يعني. فانت محتاج ان انت توعي الناس يا جماعه الاكل والنوم والتمرين هم الاساس، وبعد كده اي حاجه تانية. سنك صغير عندك 25 سنه وعندك ديسك في رقبتك وفي اللور باك ازاي يعني، او نبتدي نوصل للثلاثينات ونشتكي بقى. ايوه احنا الحاجات دي مثلا المفروض ان سنك معدي 60 نبدا نتكلم في الكلام ده، لكن انت سنك صغير ما نشوفش الكلام ده، مش المفروض يبقى عندك. بس احنا عندنا باد هابتس يعني، انت دلوقتي بقيت تقعد على المكتب 6-8 ساعات متواصلين، ولذلك بقى ظهرك محني ورقبتك باظت ورستك باظ. يعني انا اسف يعني انا اسف ان انا جيت على الجرح، بس يعني ايه بقى ده الطبيعي لسن الناس الصغيرين، فعمل لنا مشكله كبيره جدا. لو انت بقى مش موجود عندنا فاحنا لسه بنبتدي معاك المشوار ان احنا بننجح 50% ان احنا نجيبك الاول. معنى ان احنا نجيبك وان انت تخش المكان ده 50% نجاح. ده التشيك بتاعي، انا اقتنعت انه دي حاجه مهمه. بالظبط كده. بعد ال 50% دي احنا محتاجين ان احنا ننقلك للحلم بتاعك، ان انت تشوفه قدامك فانت تبدا تروح له. انت الحلم بتاعك هو ايه؟ دايما بنقول للشباب عندنا اللي هم الممبرشيب ادفايزرز اللي هم بينصحوك تخش تلعب ايه وتتمرن ايه وايه البروجرامز وكده، ان انت دونت اسيوم الجولز بتاعت الناس ايا كان حجمه وشكله والكلام ده كله. ما ترسملوش الحلم بتاعه من دماغك يعني. اعرف هو عايز ايه واشرح له هو ممكن يوصل له ازاي. at this point الناس بتبدا ان هي تتشجع، بس الفكره في ان الحماس مش هو اللي بيخلي الناس تفضل مكمله في اي حاجه. الحماس ممكن يقعد معاك يوم 2-3 شهر وبعد كده بيطفي، ولذلك 90% من الناس يدفع فلوس الجيم وبعد كده ما يروحش، بخ خلاص معروف، مش هتلاقيه تاني. فاللي بيخلي الناس تكمل هو البرزيستنس، هم عايزين يعملوا حاجه وهل وصلوا للحاجه دي ولا لا. طبعا احنا عندنا عوامل مساعده كتير تانية عشان نعرف نخلي الناس ان هي تكمل، ان في النهايه الفتنس انتيتي دي اتس ا كوميونتي في النهايه، فبنحاول ان احنا ندخلهم في اكتيفيشنز احنا بنعملها. بنطلع روينج، نطلع سانت كاترين، ساند بوردنج فيوم، نطلع عجل جري في الشارع، يعني بنحاول بدل تورنمنتس مثلا تنجيج معاهم، تخلي حواليهم كمان ناس من النوع اللي بيحب ده، فيبقوا بالزبط. مش بس بيتحمسوا، دايما بيبقى فيه اوبورتيونيتي انه يريلينك تاني لو وقع. بالظبط. تحفه. بالظبط، لان انت طول ما انت معاك جيم بادي، الناس اللي بتكمل في الجيم عاده ليه واحد صاحبه بيفوت عليه يلا بينا رايحين الجيم، انت جاي معانا النهارده ولا ايه؟ عندنا ايه النهارده؟ عندنا شيست، كتف، ظهر، ايا كان. صح. هو ده اللي بيخليهم مكملين، هم موجودين مع بعض. احنا هنا بقى مش بنديك واحد، احنا بنديك كوميونتي، ناس كتير قوي يعني.
احنا مثلا في الكلاس مثلا هتتلاقي معاك 10 مثلا بيتمرنوا، فانت بتكون علاقات لطيفه جدا والموضوع بيبقى حماسي جدا فبتكمل يعني. ولذلك الموضوع عندنا يعني لو بتتكلم عن اللايف سبان لكل ممبر، لا مختلف تماما عن الجيم، حلو قوي. فانت بيقعد اكتر. فانت قادر تعدي التشالنج ده بالناس اللي بتتعامل معاهم او الكلاينتس اللي بيجوا لك. ده حقيقي، ده حقيقي طب والنص التاني بتاع اللي هو مش عندك بقى اصلا خالص. خالص، وهو موست بروبلي بنسبه كبيره قوي مش هيبقى بيتمرن في حته كتيره في اماكن يعني. يعني حاجه زي كده مش هتعرف تجيبه غير بالماركتنج. لازم يشوفك مره واثنين وثلاثه لحد 7 مرات مثلا اوفر سوشيال ميديا، عشان يكون شايف حاجه عجباه فنفسه يعمل ده. مم. فهيجي في مره وبالنسبه له هيغلط ويدوس ويقول هاي انا عايز اجرب. انتوا فين مثلا. طب تعتقد فكره ان هو مش بيتمرن او النوع ده من الناس مش بينجيج في اي فيتنس اكتيفيتيز، ده بيأثر على حياته اصلا؟ 100% اكيد. البني ادم ما اتخلقش عشان يفضل موجود على مكتب. اغلبيه الشغلانات انت قاعد في مكان ثابت يعني، ما بتشتغلش بجسمك لان انت في الاخر مش عامل. وبتاكل غلط وبتنام غلط، لان المرض الاكبر اللي موجود دلوقتي ان كل الناس مش بتعرف تنام صح. انت ما بتنامش بدري. 90% من الناس ما بيقوش ينام بدري، بعيدا عن عدد الساعات هل كفايه او مش كفايه. فانت محتاج ان لازم تدخل الهيلث لايف ستايل بصوره كامله. لازم يكون في تمرين 100%، لان يعني كل الريسيرشز بتقول ان الناس سنها صغير وبيجي لها ضغط وقلب وسكر وكوليسترول عالي. ليه؟ لان الاكل مش صح، الحركه مش صح، انت ما اتخلقتش لكده يعني. فانت محتاج ان انت تضيف اي فيزيكال اكتيفيتي لازم في اليوم عشان تعرف توصل للحاجه كويسه يعني. يعني بسمع ادفايسز بتلت ساعه ماشي حلو. تلت ساعه ده بيرفكت. انت لسه كويس. بادئ حياتك وعايز تعمل حاجه فيها رياضه، تلت ساعه نص ساعه في اليوم يعني اتس اوكي، اتس جريت. بس هل هو كفايه؟ ده بيعتمد على حاجات كتير، ده سؤال لازم يبقى بعديه حاجه تانية. صح. انت ده اكلك عامل ايه؟ فانت والله انا كل يوم باكل فرايد تشيكن وكنتاكي وماكوي فانت في حته تانية خالص. انت مش محتاج تلت ساعه، انت محتاج اكتر من كده بكتير. محتاج تفضي اللي انت حطيته جوه. يعني بالظبط، انت لازم تاكسباند الاكتيفيتيز بتاعتك عشان تعرف تبلد صح. لو انت اوبيز وبتتحرك كتير عايز تخس، هيجي لك وقت لازم تشيل اوزان، لان انت في النهايه هيبقى عندك ستريتش ماركس، عندك سكين فلابس، الكلام ده كله. الكلام ده هتشد ازاي؟ لازم يكون عندك عضلات، ده مش هيجي بالمشي. المشي والنيوتريشن هيوصلوك لحته كويسه من الفات لوس، بس مش هتعرف تكمل كده. انت محتاج ان انت تحط ريزيستنس تريننج. حتى لو عملت اي عمليه من العمليات اللي هي بالونه وقص معده وحاجات كده، محتاج ان انت الدكتور هيقول لك في مره من المرات كده لازم تروح تتمرن. خلاص انت خسيت، لازم تروح تتمرن، لان احنا هيبدا يحصل لنا اتروفي في العضلات، خساره في العضلات. ساعتها تبقى ضعيف جدا جدا ومش عارف تعمل حاجات كتير في حياتك. فهمت. فلازم طبعا 100% الرياضه لازم تكون موجوده في كل حاجه. طب هي فعلا يعني ساعة في اليوم أو أقل من ساعة في اليوم، ما بين نص ساعة لساعة في اليوم مش وقت كفاية. وأنت اتكلمت على انسايت لذيذ جدا، الناس بتقضي وقت طويل جدا على السوشيال ميديا وعلى يعني الديجيتال سوشيال لايف أكتر من الفيزيكال سوشيال لايف. ده حقيقي. ما فيش حد بيتمرن في اليوم ساعتين مثلا، الا اذا هو فعلا حد بيتمرن بقاله كتير جدا وحابب الموضوع ده. لكن طبيعي ان انا هقعد قصاد الفيلم ساعه ونص عادي. ايوه طبيعي ان انا هقعد قصاد فيسبوك وانستجرام وريلز وتيك توك ساعتين 3 واسرح وانسى يعني. فانت محتاج ان انت تجرب الحياه التانية دي. جرب، هتلاقي ان الموضوع مختلف تماما. شكرا جدا تنطوي، اتبسطت جدا معاك ومبسوط ان احنا اتقابلنا بعد هذا الزمن الطويل. يعني اتمنى ان شاء الله يعني هنتقابل تاني وتالت، مش هتبقى اخر مره. اكيد باذن الله. شكرا. نايس تو ميت يو.